بصي يا ست الكل، انت مش محتاجة مناسبة عشان تهتمي بنفسك. مش لازم ميك اب غالي، مش لازم تشتري حاجات كتيرة او حاجات غالية. حتى لو عندك حاجات بسيطة في البيت. في ستات، يعني هحكي لكم حكاية. واحدة انا عارفاها بقالها 10 سنين متجوزة. عندي كام؟ عندي 3 عيال. هي بتحكي، يعني بتقول عندي 3 عيال. تمام، عندك 3 عيال. ايه يا بنتي؟ تسريحتي فاضية، معرفش حاجة عن الميك اب، معرفش حاجة عن المكياج. انت كده ست نظيفة؟ قلت لها اقولك على حاجات بسيطه تعمليها. حطي كريم على وشك، سرحي شعرك، حطي برفان او بادي سبلاش او مخمريه، وحاجات ما تكونش غاليه على قد ميزانيتك. حتى لو ميزانيتك اقتصاديه، حطي لمسه بسيطه من الميك اب. ما بعرفش احط ميك اب، اتعلمي. النهارده اليوتيوب والنت ما سابش حاجه الا لما اعلمها لك. على فكره يا بنات، احنا كستات بنعرف نميز بعض، بنعرف مين الست النظيفه والست المهمله في نفسها. مش عشان حد، ولا عشان الناس، ولا عشان اصحابك، ولا عشان مامتك، ولا عشان حد. عشان انت تشوفي نفسك حلوه وتزودي ثقتك بنفسك. الحاجات دي لو انت شايفاها قليله او ملهاش اي لازمه، هي مهمه جدا في حياه كل ست وكل بنت. طول النهار والليل بتجري ورا الولاد، بتعملي حاجات كتير محدش بيشوفها، بس وسط ده كله اوعي تنسي نفسك. اعملي كوبايه شاي، اقعدي في حته هاديه، اهتمي بترطيب بشرتك، حطي لمسه بسيطه من الميك اب. صدقيني هتفرق في نفسيتك قوي. اللي قالك ان الجمال بكترة الفلوس، انا عايزه اقولك ان الجمال بالاهتمام بالنفس ان انت تهتمي بنفسك. صدقيني انا جايلك من المستقبل. لو اهتميتي بنفسك، نفسيتك هتفرق معاكي جدا. هتحسي ان انت واحده تانية عندها ثقه في نفسها. انا قرات كتاب سندريلا سيكريت، قالت لك لازم تملي التانك بتاع نفسيتك وبتاع نفسك. اهتمي بنفسك، ده جانب هيفرق معاكي جدا جدا. لما تبقى ريحتك حلوه وهدومك نظيفه وشكلك حلو، صدقيني ده هيفرق في ثقتك من نفسك. النهارده بقدم لك شويه حاجات تختاري منهم. ناس كتير جربوهم وقالوا على ان هم كويس. متنسيش اللايك. مع ستات كتيره بيقولوا ان احنا ما عندناش وقت. لا، اعملي لنفسك وقت ولو حتى 10 دقايق. نفسك لا عليك حق. اقول لك على حاجه اكتشفتها في الايام الاخيره، مقوله حلوه قوي. انت تستاهلي تبقي جميله. تستاهلي ان انت توفري 10 او 20 او 15 جنيه وتجيبي بهم حاجه زي اللي انا بقدمها لك النهارده دي. حاجات بسيطه هتفرق معاكي. النهارده انا لك كل اساسيات التسريحه بتاعتك، من ميك اب لحاجات للعنايه بالبشره، للاهتمام حتى بكعب الرجل والضوافر. الحاجات دي كلها حاجات بتساعدك ان انت تحسني من نفسك وتخلي شكلك حلو. ممكن اسالك سؤال؟ امتى اخر مره اهتميتي بنفسك؟ ما اهتمتيش بالبيت وبالولاد وبجوزك؟ عمرك سالت نفسك السؤال ده؟ طب اسالك سؤال تاني، امتى اخر مره وقفت قدام المرايه؟ مش وقفت قدام المرايه كده بس، لا، وحسيتي انك حلوه، حسيتي انك جميله، حسيتك زي الستات اللي احنا بنشوفهم، زي الممثلات والستات والناس ديت. امتى؟ الحاجات بسيطه اهي. اي ست في الدنيا بتصحى بتبدا يومها بالولاد والبيت وشغل البيت، وبعد كده تقف قدام المرايه وتنسى نفسها وتتفاجئ بست رابطه شعرها، وشها مرهق، لابسه اي حاجه، وتقول بكره ههتم بنفسي. طب بكره امتى يا ست الكل؟ عايزه اقول لك حاجه، الاهتمام بالنفس مش انانيه ولا حتى غرور. وانك تحطي شويه ميك اب او شويه برفان مش مبالغه، مش ان انت بتبالغي، ده من حقك تحسي ان انت جميله. طيب تعالي نتكلم على الميك اب والمكياج. لو اي ست النهارده تسمعني هتقول لي المكياج ايه والميك اب ايه؟ ده احنا ماشيين الدنيا بالعافيه. ده المكياج ده والميك اب ده عايز ميزانيه. لا يا حبيبه قلبي، احنا مش داخلين مسابقه. انا عايزاكي لما تقفي في المرايه، عايزاكي لما تبصي في المرايه تقولي الله انا شكلي حلو النهارده. الكلمه اللي انت بتقوليها لنفسك عقلك بيمرمطها وتبدا يومك يتبنى عليها. ممكن تبداي بحاجات بسيطه، مرطبات مثلا او حاجات لتوحيد لون البشره، شويه كونسيلر في الاماكن المحتاجه، لمسه بلاشر، ترتيب حواجب، ماسكارا لو بتحبي، روج الصبح على شفايفك بسيطه، او فازلين من اللي بيلمع الشفايف اللي انا كنت موريهولك في الاول. مش لازم تحطي 10 طبقات على وشك او حتى ان احنا نقلد حد على السوشيال ميديا. خلي ليكي جمالك الخاص. هنيجي في المرحله اللي هي قبل ما نحط الميك اب. هتعملي ايه؟ اغسلي وشك كويس، اهتمي بترطيب بشرتك، استخدمي المنتجات المناسبه ليكي على قد ميزانيتك وعلى قد كمان مناسبه لبشرتك. لو بتخرجي في الشمس يا بنات استخدمي واقي شمس، واستخدمي الواقي المناسب. اعرف منين الواقي المناسب لبشرتي؟ خش على جوجل، خش على اليوتيوب، اسالي صاحبتك، اسالي اختك اللي بتفهم في المكياج والحاجات دي. سرحي شعرك، حط ريحه حلوه لو حب. الموضوع كله مش هياخد منك 10 دقايق قدام المرايه، بس في الاخر ست نظيفه، ست حلوه، ست كيكه. مش لازم تشتري كل حاجه بتشوفيها. والحاجات الميك اب والمكياج دي يا جماعه ما تسترخصيش، لان الحاجات ديت لبشرتنا ولجسمنا، فما تسترخصيش. الحاجه ممكن تجيبيها رخيصه، يعني الحاجات الميك اب والمكياج ديت فيها حاجات شعبيه كتير، فدوري على الحاجه النظيفه.
عايزه شكلك يبقى مرتب ونضيف، مش عايزين نحط مليون منتج ومليون طبقه على وشنا، حاجات بسيطه ولمسات خفيفه. النهارده جبت لكم شويه حاجات بسيطه حبيت اشاركها معاكم، مش عشان اقول لكم لازم تشتروها، اقول لكم ان في اختيارات بسيطه مش لازم تكون غاليه عشان تهتم بنفسك ويبقى عندك ثقه في نفسك. انا دايما لما بشتري الحاجه ببص على سعرها الاول، وبعدين ببص على الجوده، وبعدين ببص ان هي تناسبني ولا لا، فعلا هستخدمها ولا مش هستخدمها. لو جبت حاجه بستخدمها مره واتنين، ولو عجبتني بعتمدها بعد كده وبتبقى معايا على طول. ساعتها بخصص لها جزء من الميزانيه بتاعتي. لو هتملي درج الميك اب بتاعك امليه صح عشان فلوسك ما تقعش على الارض. عايزه اقولك ان اهتمامك بنفسك مش ميك اب بس، ممكن يجي عليكي يوم او اتنين ما تحطيش فيه ميك اب بس برضو تبقى مهتمه بنفسك. هقولك ازاي. خدي دش، اهتمي ببشرتك، اهتمي بشعرك، رطبي ايديك، رطبي بشرتك، البسي حاجه نظيفه ومريحه، حطي برفان ريحته حلوه وانت تكوني بتحبيه. اقعدي 10 دقايق لوحدك حتى لو ولادك موجودين في البيت، حتى لو عندك شغل. حاولي تدي لنفسك وقت، انت انسانه وليكي حق ترتاحي، ليكي حق ان انت تهتمي بنفسك، انت ست البيت بتحبي توفري من ميزانيه البيت، وساعات بتحسي بالذنب انك اشتريتي حاجه لنفسك وتقولي في نفسك كان اولى اجيب بقى حاجه للبيت. بس خليني اقولك مش غلط انك تخصصي مبلغ صغير لنفسك حتى لو من ميزانيه البيت. لك على حاجه حلوه قوي، اعملي بند وانت بتعملي الميزانيه واكتبي على البند ده انا ده برطمان او حصاله وحطي فيه 5 جنيه كل يوم. المهم يكون موجود عندك في البيت البند والحصاله دي، عشان ما تيجي محتاجه اي حاجه تخصك تجيبيها من الحصاله، ما تفضلي حاسه ان انت محرومه من الميك اب والمكياج والبرفان واللبس والشنط والجزم. ما تضغطيش على الميزانيه بتاعه بيتك. الطريقه اللي انا قلتلك عليها ديت هتخليكي تهتمي بنفسك من غير ما تضغطي على ميزانيه بيتك. في ستات بينزلوا على محل المكياج وتشتري لك 3 4 حاجات وتقول لك 300 400 جنيه، وبعد كده تقعد سنه و3 شهور وما تشتريش اي حاجه. ده طبعا استراتيجيه غلط في انك تديري الميزانيه بتاعتك. اهتمي بشعرك وريحتك اهتمي بشعرك ونظافتك وريحتك. الجمال مش في سعر المنتج، الجمال ان انت تقفي في المرايه وتقولي انا حلوه النهارده وتزودي ثقتك في نفسك. كل واحده سمعت الفيديو النهارده تقوم تعمل حاجه النهارده بالمتوفر عندها في التسريحه بتاعتها وتكتب لي في الكومنتات انا عملت كذا واهتميت بنفسي. دايما تقولي لنفسك كلام ايجابي، تقولي لنفسك انا استاهل ابقى حلوه، انا استاهل الاهتمام بنفسي، نفسي تستاهل ان انا اهتم بيها من غير اسراف، من غير ضغط على نفسنا، من غير ما نقارن نفسنا بحد. في نفس الوقت حافظي على فلوسك، لان الاتنين دول اهتمامك بنفسك والمحافظه على فلوسك هما اللي هينفعوكي. لو عجبك الفيديو اكتبي لي في التعليقات ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها عشان تهتمي بنفسك، وايه اكتر منتجات المكياج اللي ما تقدريش تستغنى عنها. لو حابين يا بنات ممكن اعمل لكم جزء تاني واقول لكم على ايه اكتر المنتجات اللي ممكن تجيبيها. حابه اقولك اهتمي بنفسك ولو بامكانيات بسيطه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ولو استفدت من الفيديو ما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه من قلبك ان ربنا يخلي لي ولادي ويبارك لي فيهم ويفرح قلبي بيهم وليكي بالمثل. اشوفك ان شاء الله يا احلى بنوته في الدنيا في فيديو جديد. دعوه حلوه منك. لو الفيديو ده يا بنات جاب 1000 لايك ان شاء الله هنعمل منه اجزاء كتيره جدا. يلا مع السلامه.